السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم يا رب علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. طبعا رمضان موسم في كل حاجة تقريبا، في الطاعات والحسنات، حتى للأسف في المسلسلات والبرامج. ووسط كل ده بتكتر النصايح: اعمل ده عشان تخس، اعمل ده عشان تزيد، اتمرن في الجيم بالطريقة دي، ما تتمرنش بالطريقه دي. طبعا النصايح دي في كتير منها بيكون صح وكتير منها بيكون غلط. انا النهارده ان شاء الله هشارك معاكم 5 نصايح من اسوأ النصايح اللي بسمع حد بيقدمها لحد في شهر رمضان، عشان تتجنب النصايح دول وان شاء الله تطلع من رمضان باكبر استفاده ممكنه. كل سنه وانتم طيبين، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. في بدايه الفيديو حابب ان احنا لا ننسى اخواننا في غزه وفلسطين من الدعاء. يعني احنا جاي علينا رمضان في اوقات الحقيقه صعبه، يعني الامه الاسلاميه كلها بتمر بظروف مش الافضل على الاطلاق، والواحد داخليا كده في صراع ونزاع. الواحد يتبسط بوجود رمضان، شهر طاعات وحسنات وطمعانين في مغفرة ربنا، واخواتنا في فلسطين وغزه مش لاقيين ياكلوا، بالاضافه للقصف اللي شغال على طول. فربنا يا رب ياذن ان لا ينتهي رمضان 1445 هجريا 2024 ميلاديا الا واهلنا في فلسطين يغاثوا بالماء والاكل، وان شاء الله ربنا يكتب لارض القدس كلها الحريه التامه وانجلاء الاعداء دول في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. اول نصيحه من ضمن النصائح الاسوأ على الاطلاق: اتمرن حديد قبل الفطار، ده افضل وقت للتمرين. الكلام ده غلط تماما. الوقت ده هو الأسوأ على الإطلاق للتمرين، لأن جسمك بكل بساطة العضلات بتاعته بتكون تقريبا مفضية الجلايكوجين ستورز بتاعتها. وليه اللي ما يعرفش، الجلايكوجين ستورز دي هي مخازن السكر اللي موجودة في العضلات، اللي بتعتبر الوقود الأساسي للعضلات أثناء التمرين بتاع المقاومة. فلما حضرتك تيجي بعد 12 13 14 15 ساعة صيام تروح تتمرن حديد وترفع الأوزان بتاعتك، عضلاتك هتبدأ تقول لك لا 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 لا، حيلك أنا ما عنديش طاقة كافية أصلا، وهتضطر إنها تنتج طاقة من مصادر اخرى غير السكريات الموجوده في الجلايكوجين، حاجه زي العضلات مثلا. ايه ده؟ يعني انا ممكن عضلاتي تتكسر بسبب التمرين في الوقت ده؟ للاسف ممكن. طب الحقنا يا دكتور، امتى افضل وقت اتمرن فيه؟ اتمرن بعد الافطار ب4 ساعات. جسمك هيكون هايدريتد، اولا فيه نسبه ميه كويسه وده كويس، مخازن السكر بتاعته هتكون مالت بعد ما تكون فطرت افطار كويس، عضلاتك هتكون مستريحه جدا اثناء التمرين. بعد الفطار ب4 ساعات، يعني مثلا بعد صلاه التراويح، يبقى ممتاز جدا. تاني نصيحه: بص، انا عندي الوصفه السحريه، عايز تخس بجد؟ انا عايزك تكتفي بس بوجبه الافطار ووجبه السحور، وتقلل اكلك على قد ما تقدر في رمضان عشان ننزل بقى الكرش المتين بتاعنا. الغده الدرقيه والجسم بتاعك رياكتد ساد. ليه بقى؟ لان انت لما هتعمل كده العكس تماما هيحصل، هيبدا معدل الحرق يقل عندك. وعلى فكره ممكن ما تلاحظش ده من اول اسبوع، يعني ممكن تلاقي اول اسبوع اوبا ايه اللي حصل ده، انا خسيت على 3 4 كيلو، وتحس بقى ان انت سعيد جدا، ده ايه النصائح الجامده قوي دي، وتكمل على كده وتبقى مشكله، لان معدل الحرق بتاعك ساعتها هيبدا يقل، جسمك هيمشي بطريقه على قد فلوسك. انت بتديني طاقه قليله جدا او اكل على فترات متباعده كبيره جدا، انا محتاج الطاقه دي. طب اعمل ايه يا دكتور؟ هقول لك احسب الكالوريز او السعرات اللي انت محتاجها، قلل عنها شويه، 500 او 700 كالوري او حتى 800 كالوري، والمتبقي من الكالوريز ده ليتس سي مثلا هو 1500 كالوري، هنقسمه على 3 أو 4 وجبات. 500 كالوريز مثلا في الفطار، 500 كالوريز مثلا في السحور، 500 كالوريز مثلا في وجبه بينيه ما بين الاثنين، ما بين كل وجبه والثانيه مثلا حوالي 4 ساعات. بالطريقه دي انت مقلل احتياجك من السعرات اللي انت بتدخله لجسمك، وبالتالي اكيد جسمك هيخس، بس في نفس الوقت مش داخل عليه كده دخله جامده وبتخضه فهيتاثر معدل الحرق، لا كده انت هتحافظ على معدل الحرق كويس وهتخس بطريقه صحيه. ثالث نصيحه: عايز بقى تخلص من الكرش المتين بتاعك، هقول لك على الوصفه السحريه. تجيب لي كوبايه الميه اللذيذه، ميه سخنه اهم حاجه، وترش عليها رشتين شطه مع بقى ايه، مع ريحه جنزبيل كده، تمام، وحط عليها تنتوفه كمون، واقرا عليها سوره الاخلاص واشربها وهتخس على طول. ريلي ها؟ صح كده الوصفه دي هتظبط لك الكلام. للاسف الناس بتتعامل مع الكرش ده معامله البعبع، عارف اللي هو ايه، العفريت اللي هو ما مش عارفين نتخلص منه خالص، فكل واحد بيقدم بقى وصفه جديده ويحط بقى الكرياتيفيتي والابداع بتاعه، وانت للاسف يا صديقي الكرش قرفك وتعبك وعامل زي الغريق اللي بيتعلق في قشايه. مفيش وصفه معينه بتخسس الكرش، لا اقولها لك تاني، مفيش وصفه معينه بتخسس الكرش، ده اكيد. السبيل الوحيد ليك عشان تبدا تنسف الكرش بتاعك دوت ان انت تبدا تخس بشكل صحي خلال شهرين 3 4 على حسب وزنك الحالي قد ايه، وحتما ولا بد النهايه هتكون ان كرشك هينزل كتير جدا لحد ما ينتهي ان شاء الله. ولا مانع طبعا لو انت عندك مشاكل في القولون، مشاكل في القولون العصبي او مشاكل في القولون بشكل عام، ان انت تعالجها، لان ساعات بيكون مشاكل الكرش طالعه من مشاكل القولون، فمهما تخس يفضل المشكله موجوده، لان المشكله في القولون
مش في الكرش نفسه. وفي هذه الاثناء لو انت حابب تستشيرني شخصيا استشاره اونلاين نتكلم فيها عن التغذيه بتاعتك في رمضان، ازاي نبدا نختار اكلنا بشكل كويس، امتى افضل مواعيد الاكل، نتمرن ازاي بالظبط، لو انت عندك برنامج تمرين معين عايز تاخد رايي فيه هتقول لي، لو ما عندكش هنبدا نتناقش في الموضوع بشكل اكبر ونرشح لك افضل طريقه للتمرين خاصه بيك انت ونمط حياتك. نقدر نحجز استشاره اونلاين مع بعض ونتكلم فيديو كل مده 30 دقيقه كامله. تلاقي التفاصيل بتاع الكلام ده كله تحت في الديسكربشن. ويلا نكمل بقيه النصايح. رابع نصيحه، لا بجد بقى عايز تنزل في الكرش بجد، هقول لك قبل الفطار ب 10 دقائق هتعمل 100 عدة تمرين بطن كل يوم، هتلاقي السكس باكس بتاعتك طلعت والكرش بتاعك اتنزل تماما في 30 يوم. كنت مستنيك يا بتاع النصيحه دي، كنت مستنيك. جماعه مفيش تمرين معين، زي ما مفيش وصفه معينه بتاعت اكل بتخسس منطقه معينه، مفيش تمرين معين بيخسس منطقه معينه. there is no spot fat reduction، مفيش تخسيس موضعي الى الان تم اثباته علميا. على فكره الموضوع ده خرافه منذ القدم، يعني الموضوع انا يعني عارف ان هو الموضوع يبان منطقي شويه او يبان كومن سنس او يبان شغال، بس الكلام ده قديم قوي وناس كتيره جدا فكرت فيه على مئات الالاف من السنين والعصور، واتعمل عليه ابحاث كتير جدا واثبت خطا الكلام ده. قلل سعراتك مع الانتظام في التمرين لفتره كافيه، يعني شهرين او 3 شهور او حتى 4 شهور، وصدقني هتلاقي الشيب بتاع جسمك اتحسن كتير والكرش اختفى. خامس نصيحه بقى ومش عايز تعليقات كتير بقى عليها، عايز تنسف الكرش بجد وعايز تخس بجد في رمضان، عايزك تقطع العيش خالص، ما اشوفكش كده تشم رائحه النشويات والكرب في يومك. ما صحيح يا دكتور، ما ده انت استنى بقى، استنى قبل ما تنتقدني في النصيحه اللي انا عارفك. ها دكتور مش انت دايما بتقول لنا الكرب وحش الكرب وحش الكرب وحش والكرب هو اللي بيتخنق؟ معروف، فلما اقطع العيش واقطع الكرب كده اخس. على فكره يا راجل يا طيب، انا عمري ما قلت لك الكارب وحش، عمرها ما طلعت من بقي، ده انا عملت فيديو كامل عن الكارب واحببك في الكارب واقول لك قد ايه الكارب مهم. لكن الفكره بقى الصحيحه ان مش كل الكارب زي بعضه، ليس كل الكارب سواء. يعني مثلا مش هنساوي مثلا حاجه زي الشوفان بمثلا حاجه زي الكنافه النابلسيه، يعني مش منطقي، ما ده كارب وده كارب بس في فرق كبير. فاحنا دايما بنصنف الكارب على حسب لونه وعلى حسب السعرات الحراريه اللي موجوده فيه. فكل ما يكون لون الكارب غامق اكتر ده معناه ان هو حبايه كامله او هول جرين، ده بيحتوي على الياف وبيحتوي على بروتينات بتقلل من امتصاص السكر وبتخفف من حده تاثيره على الانسولين في الجسم. هرمون الانسولين لما السكر يعلى في الدم بيبدا يسحبه بسرعه ويعمل حاجه اسمها لايبوجينيسيس او تكوين لخلايا دهنيه. بس لما انا بختار نوع كارب كويس بنسميه لو جلايسيميك اندكس او المؤشر الجلايسيمي بتاعه قليل، وكمان ادخله في وسط اكلات، يعني مش باكل الكارب ده لوحده، لا بدخله مثلا في وسط وجبه، ده بيخلي الجلايسيميك اندكس او المؤشر الجلايسيمي بتاعه قليل، ما بيستفزش هرمون الانسولين جامد وبالتالي تاثيره على الجسم ما بيبقاش وحش. فانا بنصح جدا ان نسبه الكارب عندك ما تقلش ابدا عن 45% من اجمالي السعرات الحراريه اللي انت محتاجها، لكن اختار نوعيه الكارب بتاعتك بحكمه. يعني فرضنا ان انت محتاج مثلا 1600 كالوري، مفيش مشكله خالص ان انت تاخد حوالي 800 كالوري 750 كالوريز من الكارب، لسه انواع الكارب كويس. بس تاكل عيش، كل عيش بس يكون عيش بني اكتر منه عيش ابيض او عيش شامي زي ما عندنا في مصر مثلا، او توست ابيض، عايز تاخد التوست الغامق كويس. الشوفان احسن واحسن. الرز، في رز بني ممتاز، في رز بسمتي احسن اقل شويه من البني، في رز ابيض اقلهم، بس المكرونه لا هقول لك الرز يكسب، وهكذا. كل الكارب المناسب ليك حسب السعرات اللي انت محتاجها. وبس كده يا ابطال، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لا تنسوا اللايك الجميل ونشير الفيديو دوت عشان نستفيد بيه اكبر قدر ممكن من الناس. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم يا رب عليكم وعلى اسركم جميعا، وتنعاد عليكم الايام بخير. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.